لما شاب يتجرأ على ربنا ويمسك رجل مسن في قلب الشارع ويقوم بنحره، وبعد كده يفصل راسه عن جسده، وبعد كده يبدأ ان هو يشرب من دمه باللغة ده مش كلام. وبعد كده ياخد دمه او ياخد من دمه ويكتب على الحيطان او الجدران، شيء اغرب من الخيال. وفي ناس طلعت قالوا اصل ده بيتعاطى المخدرات وبيتعاطى الاستروكس والشابو. اهلا بيكم. جريمة قلب الدنيا، الناس كلها بتتكلم عليها، اصبحت حديث مواقع السوشيال ميديا والرأي العام. جريمة روعت بالفعل. مش هقول مدينة الأقصر بس، ولكن اقدر اقول الناس كلها في مصر وبره مصر. لما شاب يتجرأ على ربنا ويمسك رجل مسن في قلب الشارع ويقوم بنحره، وبعد كده يفصل راسه عن جسده، وبعد كده يبدأ ان هو يشرب من دمه باللغة ده مش كلام، ده في فيديو موثق الجريمة بالصوت والصورة. وبعد كده ياخد دمه او ياخد من دمه ويكتب على الحيطان او الجدران، شيء اغرب من الخيال. في الايام القليلة اللي فاتت سمعنا فتي وسمعنا كلام كتير بيتقال، وكل واحد بيقول اللي عنده. وناس طلعت وقالوا لك المرتكب او المتهم اللي ارتكب الجريمة دي اسمه في البداية اسمه سفيان، لم يذكر قبل كده. والناس طلعوا وقالوا ده هو عمل فيه كده عشان خاطر قال له على فيزا تكافل وكرامة. وفي ناس طلعت قال لك اصل ده في بينه وبينه خلاف قديم، خلاف مالي. وفي ناس طلعت قالوا اصل ده بيتعاطى المخدرات وبيتعاطى الاستروكس والشابو. وفي ناس طلعت قالت لا ده الشاب ده مهتز نفسيا ومريض عقليا وبيعاني من مرض نفسي. سمعنا كلام كتير. ايه اللي حصل بقى في محافظة الأقصر، بالتحديد مدينة الأقصر، عشان اكون اكثر تحديدا منطقة اسمها منطقة ابو الجود. ابو الجود مدينة الأقصر محافظة الأقصر. رجل محترم اسمه الأستاذ حجاج كمال محمد، عمره 58 سنة، أساسا موظف في مديرية التضامن الاجتماعي. تمام، شغله أو عشان نتكلم بشكل دقيق شغال سكرتير بإدارة شؤون العاملين بالمديرية. عنده 58 سنة وأنا هعرض لحضراتكم صورته على الشاشة، ده المجني عليه. وعندنا في الشق الآخر شاب المتهم اسمه سفيان، عنده 39 سنة. في ناس بتقول انهم جيران بعضيهم، وفي ناس بتقول لا هم من منطقة واحدة. انما المتهم المجني عليه عفوا ملوش علاقة بالمتهم وما يعرفوش على المستوى الشخصي، وده دليل ان هو ما يعرفوش بالفعل، لان هم لو جيران كانوا يبقوا عارفين بعضيهم. الشاب ده في الشارع ماسك سنجة، شاف الأستاذ حجاج كمال معدي في الشارع، راح موقفه، وبعد كده راح منيمه على الأرض، وبعد كده ابتدى ان هو يفصل راسه عن جسده وياخد دم من جسده ويكتب بيه على الحيطان، وشرب من راسه، بقى شايل راسه كده في الشارع قدام الناس. الغريب بقى في الموضوع ده، ومحدش يقول لي يا اخي اعذر الناس، لا انا ما عنديش اعذار في الموضوع ده. الغريب في الموضوع ده ان الاهالي طبقا للفيديو والصور اللي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع السوشيال ميديا، واقفين بيوثقوا الجريمة بالصوت والصورة وبيستلذوا ان هم يصوروا المشهد ده. ممكن حد يقول لي يا عم انت لو مكانه ما تخش عليه. لا مش هخش عليه، انا شايف واحد فيه له سلاح بيموت في واحد، بيفصل راسه عن جسده، كلام جميل اخاف عليا والروح غالية. يقول لك يلا نفسي، مفيش مشكلة، يا روح ما بعدك روح، مفيش مشكلة. انما واحد فصل الراس عن الجسد ومسك الراس قدامكم كلكم كده في الشارع وبياخد من دمه وبيكتب على الجدران. تمام. في التوقيت ده كانت السنجة، الصور جاية كده، السنجة على الأرض، تمام، وماسك الراس بإيده وبياخد من الدم وبيكتب. انتوا كنتوا فين؟ يعني لا معاه سلاح ولا معاه حاجة. الناس اللي احنا شايفينها بقى واقفة بتتفرج، لو جيروا عليه من السكومة كانش حصل اللي حصل.
مش ما كانش حصل اللي حصل انه ما كانش موت، ولا هو كده كده ده فصل راسه عن جسده، بس على الاقل كنا مسكناه وسلمناه للشرطه. طبعا جريمه يعني غريبه الشكل. الدوافع للامانه، والامانه اهم من اي شيء بالنسبه لي، محدش يعرفها لحد دلوقتي. انما وزاره الداخليه اصدرت بيان ان المتهم بيعاني من مرض نفسي. هو طبعا تم ضبطه وحاليا امام جهات التحقيق، والناس مش مصدق اللي حصل ده. نفس الجريمه اللي حدثت في محافظه الاسماعيليه، عبد الرحمن اللي مسك شخص اسمه احمد ونحره في قلب الشارع وخد راسه في الشنطه ومشي بيها. نفس الكلام بيتكرر في محافظه الاقصر، بالتحديد مدينه الاقصر، عشان اكون اكثر تحديدا منطقه ابو الجود. الاسباب والدوافع ما يعلمش بيها غير ربنا وحده حتى الان، وفي جديد في القضيه ديت، ولكن حبيت اشارك حضراتكم بتفاصيلها ونشوف احنا وصلنا لحد فين. هل اللي يعمل كده ده بني ادم؟ هل مريض نفسي ممكن يعمل كده؟ طبقا لبعض من الناس قالوا ان هو كان بيقول كلام مش مفهوم، يعني زي ما واحد بيخاطب دجال زي الجماعه الدجالين، او بيخاطب جن او كلمات او طلاسم كان بيقولها، هو بيكتب بالدم على الحيطان غير مفهومه. هل المريض نفسي ممكن يعمل كده؟ يقابل اي حد في الشارع ويعمل كده؟ انا هترك الاجابه على السؤال ده لحضراتكم نتناقش مع بعضنا فيه في الكومنتات، وان شاء الله احنا متابعين القضيه. اول ما يتم فيها جديد بامر الله هعرض التفاصيل لحضراتكم. ولكن اقول ايه؟ واخيرا اشكركم على حسن المشاهده، والى اللقاء.